يا جماعة تعالوا أوريكم أحلى شيء ممكن تشوفه في سقطرى. طبعا دخلنا هذا المطعم، مطعم شوه ترحب بكم، مطاعم شوه ترحب بكم. أخي العزيز، إذا كنت لا تملك المال لا تخجل أن تطلب ما يسد جوعك مجانا، فهذا حقك وهذا واجبنا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله مبادرة طيبة من صاحب المطعم. المهم طبعا يا شباب قررت قرار جديد، وهو إننا أنزل الفيديوهات كلها بمقطع واحد ولو إنه طويل، بدل ما أجزيها أجزاء يعني كل فيديو 20 ثانية 30 ثانية، بجرب إننا أنزل الفيديو كامل، أو إننا أجمع الفيديوهات كلها في مقطع واحد وأنزلها، يعني حق اليوم كامل أجمعها في مقطع واحد وأنزلها. نشوف كيف في المقطع هذا، إذا جاب تفاعل استمريت على الطريق الجديد، وإذا ماشي تفاعل رجعنا للطريق القديم. طبعا وصلنا أمس إلى سقطرى، وأمس كانت كلها راحة بعد تعب. يعني تخيلوا إن إحنا سافرنا بالقارب 53 ساعة، تخيلوا 53 ساعة وإحنا في البحر مسافرين. عشنا فيها تجربة إن شاء الله ما تتكرر أبدا. الطريق كانت متعبة والبحر كان هايج، ولكن الحمد لله وصلنا. المهم وصلنا أمس ورتبنا مع شركة إن شاء الله من بكرة بيبدأ البرنامج حقنا، بنزور كل مكان في سقطرى، وأسبوع كامل مع الشركة، وبعدها اسبوع كامل بنكون لحالنا بالسياكل، بنزور كل مكان بالسياكل. احنا قلنا الاسبوع الاول يكون مع الشركه عشان يعرفونا على كل الاماكن، والمكان الذي بنحبه ونحب ان احنا نرجع له مره ثانيه بنرجع له بالسيكل ونخيم فيه. شوفوا المكان هنا، طبعا خرجنا نتمشى، قلنا نروح مكان قريب. هذا البحر يا جماعه، شوفوا البحر هنا كيف نقي. الغوص هنا بيكون. هلا حياكم الله. الحمد لله بخير، كيف انتم؟ الله يسلمك، الله يحفظكم. والله وصلنا امس. الله يحييك ويبقيك يا رب. منوره بكم، الله يحفظكم. الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم، اي خدمات لكم. والله يا جماعه احلى لحظات لما الاقي ناس يتابعونا، يا اخي كذا تحس بفخر، تحس. شوفوا المنظر ما شاء الله. اهلا بكم في سقطرى. والان قربت تظلم يا جماعه. انتم عارفين ان سقطرى ما بش فيها اي حيوانات مفترسه او اي حشرات ضاره او سامه، يعني مثل العقارب والثعابين، وخاليه منها تماما من كل شيء ممكن تخاف منه. طبعا رجعنا الان الى العاصمه، بنشتري اغراض للسفر، بنشيل الاكل وكل شيء عشان الرحله، لان احنا بنخرج ما عاد بنرجع لهنا ابدا، وبنشتري كل حاجه من هنا وغدا ننطلق. شوفوا يا جماعه، هذه الاغراض اشتريناها ل3 ايام، واي شيء ينقص بنرجع له، وبعد 3 ايام بنرجع نشتري مره ثانيه الاشياء الناقصه. طبعا الرحله لمده اسبوع، وهذه الاغراض تعتبر قليله. شوفوا يا جماعه، احلى شيء في هذا المحل انك تشتري الاغراض اللي تشتيها كامله، وطبعا ما تحاسب عليها الا بعد الرحله، بعد ما تنتهي الرحله ينتهي البرنامج ترجع تحاسب عليها. واي شيء يزيد، اي شيء ما تحتاجه في الرحله، ما دام انك ما فتحت